سؤال كده ضروري جدا نسأله لنفسنا من حين لآخر، هل احنا بندعي المثالية؟ هل احنا في شغلنا في الحاجات اللي بنعملها بنعمل حاجات متسقة مع أفكارنا، ولا احنا بنبيع كده شخصيات تانية وأفكار تانية مش لايقة مع قناعاتنا الحقيقية مجرد بس إن احنا نبقى مثاليين؟ يعني أنا بصراحة عشان أقيس على نفسي بقول أنا هل في أن تكون طالبة من الناس يكونوا مثاليين ما بيغلطوش؟ راجعت فيديوهات كتير جدا عشان أحاول أقيم نفسي، ولقيت إن بحاول بقدر الإمكان إن أنا أكون متزنة في رأيي، وإن أنا أكون بتكلم بهدوء، وإن أنا ما أقولش خالص إن في شيء قاطع مانع، ولا إن في رأي هو ده الرأي السديد النهائي. طب ده بقى ينفع نقيسه على كل أشغالنا إزاي؟ بأبسط مثال كده ممكن أديه ونقدر كلنا نعمله، إن إحنا نراجع الفيسبوك بتاعنا ونقلب كده ونفضل ننزل ونشوف إحنا بنشير بوستات عاملة إزاي. التجربة دي ينفع تعملوها مع نفسكم كده، وقلبوا في الفيسبوك وشوفوا الكلام اللي بتقولوه هو شبه شخصياتكم فعلا، ولا إحنا طول الوقت بنبيع أفكار مش شبهنا حقيقي. في كده شوية أسئلة من وقت للتاني ضروري نسألها لنفسنا، وأولها وأهمها هل إحنا متسقين فعلا مع أفكارنا اللي بنعرضها وبنقولها للناس، ولا مع الوقت بقى ابتدينا ننسى إحنا مين وابتدينا نلبس ونتكلم ونأدي بطريقة غير طريقتنا. لو الفكرة دي في ناس كتيرة جدا ملمسة معاها وجات لها كده دلوقتي نورت لها لمبة، ده يبقى شيء كويس جدا. ولو حسيت ان فكرة ادعاء المثالية واحساسك انك احيانا بتكون حابب تكون مثالي ممكن جدا تفيد حد تاني، تعمل له منشن في الكومنتات.